توجد العديد من أنواع الدجاج التي يربيها المزارع العربي للاستفادة من اللحم والبيض، والأنواع الأكثر شيوعاً هي: 1. دجاج بلدي. يعتبر دجاج بلدي النوع الأكثر شيوعاً في المنطقة العربية، وهو يتميز بلحمه اللذيذ وبيضه الصحي. 2. دجاج اللحم الهندي. يعتبر هذا النوع من الدجاج مرغوباً في المنطقة العربية، ويتميز بلحمه الطري واللذيذ. 3. دجاج روسي. يتميز هذا النوع بأنه ينمو بسرعة، مما يجعله خياراً شائعاً في المزارع. 4. دجاج فرنسي. يتميز هذا النوع بحجم بيضه الكبير وكثافته العالية، ويستخدم عادة في تربية الدواجن للحصول على البيض. 5. دجاج كندي. يتميز هذا النوع بأنه ينمو بسرعة ويعتبر من الدواجن الخالية من الدهون، وبالتالي فهو يعد خياراً مثالياً لمن يرغبون في الحصول على اللحوم الخالية من الدهون. يمكن للمزارع العربي اختيار النوع الأنسب لاحتياجاتهم وظروف المزرعة، ويمكنهم الحصول على معلومات إضافية عن كيفية رعاية وتربية الدواجن من مصادر مختلفة مثل المزارع النموذجية والجمعيات الفلاحية والمنظمات الزراعية. الدجاج الأكثر إنتاجية للبيض هو الدجاج اللاحم الذي يعرف باسم دجاج البيض لير تشيكنز، وهو نوع مختلف تماماً عن أنواع الدجاج المذكورة سابقاً التي يتم تربيتها للحصول على لحمها. يمكن لدجاج البيض أن يبيض حتى من 300 إلى 320 بيضة في العام بمتوسط من 5 إلى 6 بيضات في الأسبوع، ويمكن أن يتم إنتاج هذه البيض بشكل مستمر لمدة تصل إلى عامين. بالنسبة للدجاج البلدي، فإن عدد البيض الذي يبيضه الدجاج البلدي يختلف باختلاف الفصل وظروف البيئة والتغذية، وعادة ما يمكن أن يبيض الدجاج البلدي بين من 150 إلى 200 بيضة في العام.